كاتبة وشاعرة وأديبة وأكاديمية، عشقت اللغة العربية فعشقها الشعر وعاش معها على الدوام، مع الشاعرة والأديبة الدكتورة شيرين العدوي. كل التحية والتقدير لحضراتكم أعزائي المشاهدين، ولقاء يتجدد مع حضراتكم ولاد البلد على الفضائية المصرية. ضيفة اللقاء كاتبة وشاعرة وأديبة وأيضا أكاديمية، الدكتورة شيرين العدوي. أهلا بيكي وسعداء بوجودك معنا على شاشة الفضائية المصرية. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. رحلة طويلة مع العلم ودراسة الإعلام وتدريس الإعلام وأيضا الشغف بالأدب وخاصة الشعر. احكي لنا القصة، كانت ازاي وبدأت ازاي وازاي النشأة أثرت على تكوين شخصيتك؟ النشأة طبعا دي ترجع إلى البيت، يعني البيت فيه والدتي، وهي سيدة كانت حرمت من التعليم في الصغر وتزوجت في سن صغيرة جدا، يعني تقريبا 13 سنة، وكانت ابنة عمدة كبير في المنصورة. يعني ده جدي، يعني ما زالت، يعني كانت عزبته ما زالت موجودة. هذه السيدة المحترمة أثرت في كل أولادها، وأنا واحدة من الذين تأثروا جدا بوالدتي وأنا صغيرة. كنت أحبها حبا شديدا، يعني حبا جما، هي ووالدي. يعني الحقيقة أنا والدي يعني يعتبر هو يعني حجر الزاوية في تكوين الأخلاقي، لأنه شخص كان بيتسم بأخلاقيات يعني نادر جدا إن الواحد يجدها الآن. يعني ماما كنا نسميها في المنزل يعني الكمبيوتر المتحرك. إذا ماما دي قصة لوحدها، لأن أنا عارف قصة ماما دي لازم نفرد لها حلقة لوحدها، لأن من الجدير بالذكر اللي احنا نقوله ونكمل في موضوعنا. وانت وعدتنا انها تكون ضيفتنا في واحدة من الحلقات، انها برغم انها لم تكمل تعليمها لأسباب كثيرة جدا، إلا انها أصرت بعد ما ربت ولادها واطمنت عليهم وكبروا واتجوزوا وخلفوا أن تكمل تعليمها وأن تحصل على الماجستير في سن 80 وأن تكرم من قبل حرم السيد رئيس الجمهورية. يعني حاجة مفرحة وحاجة جديرة بالذكر، وانك تفتخري بيها طبعا. طبعا انا فخورة بيها جدا، خصوصا اني انا اللي دفعتها ان هي تكمل في السن ده. هي كانت متخوفة جدا من رأي الناس وان هي طبعا كانت مرضت بالسرطان مرتين وكده، لكن انا الحقيقة كنت حريصة جدا على ان هي تكمل الحلم الذي يعني كانت يعني تنام وتصحو عليه. وتحقق وأنا سعيدة أن هي حققت ما كانت تصبو إليه. صحيح. فوالدتي هي يعني كان ليها البذرة الأولى في تكويني الفكري بسبب هذه المكتبة وبسبب حبها للقراءة والعلم. زرعت فينا إنه العلم لا يتوقف عند حد معين ولا سن معين. مفيش ولا واحد فينا من أولادها حصل على الليسانس مثلا بس أو البكالوريوس بس، لكن لازم ياخد دراسات عليا، ومش دراسات عليا عشان أبقى الدكتور فلان، لا، دراسات عليا لكي أضيف إلى العلم بند جديد. وده اللي أثر فيا جدا لما دخلت كلية دار العلوم جامعة القاهرة بإخفاق لم يكن جيدا يعني في الثانوية العامة، بسبب إن والدي كان أخدني معاه هو ووالدتي لبلد عربي، والبلد العربي دي ما كانتش بتدرس لغة الثانية في الثانوي، ولكن صادف هوا جواكي، يمكن ما كنتش عارفاه ولكن تفجر، وهو حب طبعا دراسة اللغة والتمكن
في اللغة العربية تمكنا شديدا لأن تصبحي كمان شاعرة ومفوهة. ده دي حقيقي. ملكات كانت كامنة وطلعت. هي فعلا الملكات دي بانت من بدري، يعني ايام ما كنت في الثانوي وفي الاعدادي والحاجات دي كلها. يعني ملكة الشعر بدأت من بدري، من الصغر. من بدري جدا، لدرجة ان انا لما كنت اكتب صحباتي او زميلاتي او حتى اساتذتي يعني كانوا لا يصدقون ان هذا هو اسلوبي. ولما اول مرة سافرت مع والدي يعني لهذا البلد العربي، هي كانت ليبيا الحبيبة يعني، وكنا في بلد زوارة، وزوارة دي كانت على البحر الأبيض المتوسط، فكأننا في الإسكندرية مثلا. صحيح. يعني لما يعني كتبت الشعر وعرضته على أستاذي في المدرسة، حصل له نوع من يعني هل زي البنت في السن الصغيرة تكتب هذا الشعر؟ بالظبط. ولكن أول ما نكتشف ملكة الشعر، كان حنين لمصر يعني. قبل ما أطلع التقرير، أول ما نكتشف ملكة الشعر عندك البيت ولا المدرسة؟ أول ما نكتشف ملكة الشعر عندي أولا والدي، بس مش بطريقة مباشرة. ثم كلية دار العلوم هي جامعة اللي فجرت الدكتور أحمد عفيفي بالذات دكتور يعني. أحمد عفيفي. طيب نكمل يا دكتور، ولكن هنخرج أعزائي المشاهدين لتقرير نسأل ولاد بلدنا الطيبين عن دور القدوة، أهمية أن يكون هناك قدوة في حياتنا تشجعنا وتاخد بإيدينا وتوصلنا لبر الأمان، ونرجع نكمل تاني مع الدكتورة شيرين العدوي. حاجة مهمة جدا اللي يكون لنا حد نقدر نرجع له دايما، حد بتمشي على نفس الطريق بتاعه. هو شيء مهم طبعا ان احنا يبقى عندنا قدوة، ولازم كل انسان يبقى له قدوة. هيعيش ازاي من غير قدوة؟ البني ادم مننا لازم يبقى له قدوة في كل مجال وفي كل عمل وفي كل خطوة. القدوة شيء مهم في حياتنا، لان احنا كبشر لابد ان يكون لنا مثل اعلى في كل خطوة بناخدها. وطبعا انا بعتبر ان الوالدين دول اهم قدوة عندي في حياتي. مطلوبة في حياتنا، لابد ان يكون لكل بني ادم قدوة، لانه لو ملوش قدوة في حياته مش هيعرف يمشي. لولا أنتم ما كنت أنا، لولا أنتم ما كنت هنا، لولا أنتم ما كنت أنا، لولا أنتم ما كنت هنا، أنتم ما كنت هنا، لولا أنتم ما كنت أنا، لولا أنتم ما كنت هنا. أهلا بحضراتكم، بكمل حواري مع الدكتورة والشاعرة والأديبة الدكتورة شيرين العدوي. بنكمل بقى رحلتك، دخلنا كلية دار علوم وبدأت تتفجر ينابيع الشعر، احكي لنا بقى. هو في الأول أنا كنت بكتب كتير من أيام المرحلة الثانوية، وفي المرحلة الثانوية الحقيقة أنا كنت ماسكة إذاعة المدرسة وما إلى ذلك يعني، وكان ليا جمهوري اللي هو الطالبات، يعني مدرسة الثانوية بنات، ودي كانت أشهر مدرسة في المنصورة. ثم بعد ذلك حينما دخلت كلية دار العلوم وبدأت ألتحم بالشعر بشكل مباشر، لأنه طبعا هي دراستها بتأكد على يعني فقه اللغة، وبتدرس يعني مجموعة من العلوم اللغوية والشرعية والفلسفية صحيح. والفكرية، فدراسة ثقيلة جدا يعني، وثقيلة على يعني فتاة درست في مدرسة الفرنسيسكان، فتطلع من الفرنسيسكان تذهب إلى دار العلوم. فكنت بالنسبة لي في صدمة أولا صدمة فكرية وصدمة حضارية، يعني لماذا لم نعرف كل هذا ونحن صغارا؟ ثم الصدمة الفكرية، ازاي اقدر اوازن ما بين ما تعلمته طول حياتي وما بين ما اتعلمه الان من كلية دار العلوم. فكان بدأ التأقلم، تشاغب، بدأ التشابك وبعدين التأقلم. بالظبط، بدأت في التأقلم، فبدأت أحب الدراسة جدا وأحب الأساتذة بتوعي بشكل غير عادي،
وكنت وتحب اللغة العربية جدا. أنت انا بحب اللغه العربيه حتى في جدا. كلامك العادي انا بلاحظ انك بتحبي تتكلمي لغة عربية فصحى كمان، بتحب الفصحى، حتى الشعر بتاعك فصحى. ده حقيقي. لأن البيت عندنا كان يتحدث اللغة يعني ايه الوسطى، يعني اللغة العربية اللي هي البسيطة وفي نفس الوقت عميقة. يعني احنا لما حد يسمعنا يتخيل ان احنا يعني بنتكلم يعني مش دي طبيعتنا، لكن الحقيقة هي دي طبيعتنا في المنزل، يعني في بيت بابايا ومع أسرتي يعني. فلما دخلت كلية دار العلوم أحببت أساتذتي جدا، تعمقت في دراسة اللغة، بدأت فهم فلسفة اللغة وفلسفة الدين والرؤية بس بشكل مختلف. يعني كنت أكثر انفتاحا مما حولي. يعني كلية دار علوم هي كلية جامعة يعني شاملة، من يدرس فيها وكأنه درس في أكثر من 3-4 كليات مختلفة. ده حقيقي. ودائما خريج دار العلوم بيعتز ويقول عن نفسه أنه درعمي. ده حقيقي. إذن فالدكتورة شيرين العدوي درعمية. ده طبعا يسعدني ويشرفني طبعا، وده شرف كبير ليا وسام على صدري. أنا الحمد لله يعني اجتزت 4 سنوات لم أرسب في أي سنة من السنين دي، وكنت متفوقة وكنت مميزة. يعني مش متفوقة بطلع الأولى، لكن كنت مميزة جدا. يمكن يكون أساتذتي لا لتميزي في الفكر. يعني أنا كنت بناقش أساتذتي، وكنت في الشعر في جماعة الشعر وطبعا أول من اكتشف الموهبة يعني كما قلت قبل الفاصل كان أستاذي الدكتور أحمد عفيفي، وأبو همام عبد اللطيف عبد الحليم أستاذنا طبعا، أستاذ الدكتور عبد اللطيف عبد الحليم الشهير بأبو همام. بالظبط كده. أول إصدار شعري ليكي كان إمتى؟ أول إصدار ليا بعد التخرج ولا أثناء التخرج ولا بعد التخرج بفترة؟ بعد التخرج بفترة، ولم أكن أنتبه إلا أن المفروض كنت أطور من الموهبة أكثر من هذا وأنا في الكلية. يعني هي الحمد لله الموهبة من الأول كانت يعني ليها رونق كده. يعني ما فيش حاجة اسمها شاعر نص نص أو شاعر بيتطور أو شاعر بينمو. بيتطور طبعا، تجربته بتتطور، لكن في شاعر هو الشاعر بيولد شاعر. ما تحاولش زي ما بيقولوا بالفطره بالسليقه بالفطره. تمام. هو بيبقى له بصمته من الاول. تمام. وانا حتى لما اقرا في ديواني الصغير جدا اللي هو دهاليز الجراح، اللي هو اول اصدار ليا كان سنه 98 تقريبا. دهاليز الجراح. دهاليز الجراح. هذا اول ديوان، وكان يعني انا يمكن وده من الحاجات السيئة جدا اللي انا عملتها في حياتي، يعني ان انا مزقت عدد كبير جدا من قصايدي عشان مش راضي عنهم. ظنا مني ان هم غير ذات قيمة يعني. واخرجت ديوان صغير جدا، لكن هذا الديوان الصغير يعني لفت الانتباه في الوسط الادبي والوسط الثقافي بشكل كان يعني يرضيني انا في هذا السن الصغيرة. يعني قراءاتك او كتاباتك شعرك هل هو وطني، هل هو رومانسي، ولا هو متنوع؟ وعاوزين نسمع منك يعني حاجة تكوني انت حاضرة في ذهنك، بما ان احنا طبعا بنتكلم على مصر كلنا، يعني دايما مصر مستهدفة عبر التاريخ. مصر غنية وقوية وفتية وهتفضل كده، وعلشان كده مستهدفة. فأتمنى لو كنت كتبت حاجة عن مصر برضو نسمعها. هذه القصيدة يعني بهديها طبعا لشهدائنا، لأن هي فيها هذا الإحساس الشهيد. يعني شهدائنا طبعا اللي ماتوا من ضباطنا، كل شهداء مصر. صحيح. كل شهداء مصر في حب مصر بقى. وخرجت من هذا المدد، فرسي سهام الصبر من عين البلد، خطوي رهان اللازورد على الولد، دمه النجوم اللامعات على فساتين البنات، هتاف صرخته خضار المتعبين للقمة العيش الكفاف، دمه خمور الطيبين الجالسين على حصير مصاطب الشاي المؤجل لانتشاءات المساء. فلتفرحي يا مصر طيري زغردي،
تصعدي منه اصعدي. تصفو العبارة حين يسأل شهقتي ملك عن الدنيا، وعن مصرية قالت بذات قيامة: يا قوم قد حملت منطق ذلك الوطن البعيد. طوبى لمن حمل المسافة بين أكتاف الحقيقة والخيال. طوبى لمن حمل المثال. في حب مصر نتحدث دائما سواء بالقلب أو العقل أو بالشعر أو بالكلمات، ولكن الأفعال بتكون أقوى وتؤكدها الكلمات والأشعار في حب مصر. سيأتي الفرج ويفتح باب ويسري ملك، يقول الشتاء: قمح جديد. تصيح الكروم: طريق سلك. سيأتي الفرج، فماذا يقول الذي في العراء؟ أقيم بنائي على ظهر غيم، وأفتح صدري إذا ما وصل. سيأتي الفرج، يقول المغني: تعبت ولكن قلبي زقاق لخمر الشغف. سيأتي الفرج، تقول نساء يمشطن بالعاج غيا ويزرعن نجما. سيأتي الذي لدمانا عطف، شم عطر التعب عند باب الصهيل. يأكل شمسا، يشرب صبرا، ينبت حقلا لبئر النضج. سيأتي الفرج، سيأتي الفرج، بيده صباح وتحت الوسادة نور صبح. أهلا بحضراتكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، ومع مسيرة الدكتورة الشاعرة شيرين العدوي. في حياة كل منا يا دكتورة شيرين محطات هامة بتعتبر نقلات في حياته. لو أن أهم المحطات في حياتك اللي تعتبر نقلات يعني وصلتك لما وصلت إليه حاليا. أهم محطة لما وقفت بعد ما تزوجت وصريت أن أكمل دراستي العليا، وأنا كنت في الفترة دي موجودة في مدينة كفر الشيخ، لكن مش في كفر الشيخ نفسها، لكن تزوجت في مدينة صناعية اسمها سكر البنجر، قصب سكر البنجر. هذه المدينة الصناعية كانت منغلقة على نفسها، بعيدة كل البعد عن أي مظاهر للحضارة أو الثقافة أو الثقافة أو الفكر أو التعليم. عشان كنت أذهب إلى الجامعة كنت بقطع عدة يعني رحلة أقطعها على عدة مراحل. أولا من مصنع السكر لمدينة صغيرة اسمها الحامول، ثم من الحامول إلى كفر الشيخ، ثم من كفر الشيخ إلى محطة رمسيس، ثم من محطة رمسيس إلى الجامعة وأعود في نفس اليوم. كان في مشقة كبيرة جدا، كنت أقطع أكثر من 12 ساعة سفر يوميا، لكن كان في إصرار على تكملة التعليم. كنت مصرة أنه أكمل حلمي بأن أصبح أستاذة جامعية. فده عمل يعني وقف والدي ساعتها ضدي جدا، وما كانش عنده رغبة في أني أكمل التعليم، أنه أتزوج وأقعد في البيت وأربي أولادي وينتهي الأمر بي هكذا يعني، وأني شاعرة يعني يكتب اسمي في الجرائد والمجلات وتفرض لي بعض الحلقات في التلفزيون وغيره والإذاعة. فخلاص يعني أنت عايزة من الدنيا إيه يعني؟ لكنك أصريتي وأكملتي. دي محطة يعني نعتبرها نقلة في حياتك، نقلة كبيرة جدا، لأنه هي كانت ممكن لعدة صعوبات قابلتني فيها أنه أتوقف في أي لحظة، لأنه حصل فيها
اشياء كثيره جدا، احداث كثيره جدا لو حكيتها للجمهور يعني لن يصدق ما فعلته. تمام. لكن كان لدي هذا الاصرار، واكدوا اساتذتي الذين درسوا لي. تمام. ففي لحظه من اللحظات يعني، او لحظه يأس ما، قررت ألا أكمل، فثاروا علي جميعهم يعني. وكان الدكتور أحمد شلبي رحمة الله عليه، والدكتور حسن علي أستاذ التاريخ الإسلامي طبعا، الكبير وانا وهو فعلا أستاذ والد الإعلامية الكبيرة سهير شلبي طبعا. والدكتور العدوي وغيره من الأساتذة، والدكتور تمام. حسن علي. وبالفعل أكملت، وكانوا بيروا فيا أن أنا سأقدم جديدا، وهذا ما حاولت أن أفعله في رحلتي الماجستير والدكتوراه. إيه المحطة التانية اللي تعتبريها محطة هامة في حياتك؟ هل مرحلة حصولك على أول جايزة كبيرة، ولا تختاري؟ أنا بقترح لكن أنت الاختيار ليكي. إيه المحطة التانية اللي تعتبريها نقلة في حياتك؟ المحطة التانية أو التالية اللي بعتبرها نقلة في حياتي هي ارتباطي بابني الذي رحل عليه رحمة الله. دي كانت يعني أصعب محطة يمر بها إنسان. صحيح. لحظات دي بالذات خلتني أدرك كم الإنسانية وكم الألوهية التي يعني حبانا بها الله على هذا الكون. فالحقيقة زادتني إيمانا، وزادتني احتراما لوجوده، بل تأكيدا لوجوده. فعكس ما الناس ممكن تتخيل أن تنتهي الحياة، أن تقف، بالعكس هي فتحت لي بابا لكي أكمل مسيرتي في هذه الحياة، لأنها أعلمتني أن لكل إنسان على وجه الأرض رسالة يجب أن يؤديها، وحينما يؤديها يذهب إلى خالقه في علاه. يعني خرجت من المحنة دي بدروس دروس كثيرة أفدتك، أو نقول يعني فتحت عليكي أو فتحت آفاق جديدة ما كنتش شايفاها. لا، هي أنا كنت شايفاها، لكن هي سندت ظهري مش يعني كسرت ظهري. يعني قوتني جدا بعد خروجك من هذه المحنة جدا. يعني أنا ما اعتبرتهاش محنة، اعتبرتها منحة إلهية ليعلم الله كم أحبه. فكأنه أعطاني هدية ثم أراد أن يأخذها مني. فدي كانت من المحطات الصعبة في حياتي، أو مش الصعبة، النقلات التي أكدت لي على الوجود الإلهي. الله. ومن المحن نخرج بالمنح. صحيح. ده تأكيدا لهذا الكلام. طيب هنطلع دلوقتي، يعني أنا معجب طبعا باللغة العربية اللي أنت يعني بتحبي تتكلمي بيها دايما. ده هيخلينا نخرج نسأل ولاد بلدنا الطيبين في الشارع المصري عن أهمية تعليم ولادنا اللغة العربية السليمة، لأن هي دي هوية كل عربي مصري. ونرجع تاني نكمل حديثنا مع الدكتورة شيرين العدوي. أكيد طبعا لازم يتعلموا اللغة العربية السليمة، لأن طبعا أول حاجة في الكون هي لغة القرآن الكريم. اللغة العربية دي لغة القرآن يعني، والمفروض ان احنا نعلمها لاولادنا. الحاجات المهمه بالنسبه لنا ان احنا نتعلم اللغه العربيه، واللغه العربيه هي تراثنا وهي حياتنا كلها. القران الكريم باللغه العربيه هي لغه القران الكريم ولغه مصر والدول العربيه والاسلاميه. لازم نعلم اولادنا عشان لغه القران الكريم، اللغه العربيه، وده مستقبل ان شاء الله لاولادنا بامر الله. اهميتها في كل حاجه، في القراءه والكتابه، في ترجمه اللغات. دون احلامك حققها، دون لون طعم الايام، دون لحظه بلحظه لحقها قبل ما تفوت وتعدي.
وسهلا بحضراتكم ورحلة في حياة الدكتورة الشاعرة شيرين العدوي. بكمل معاك الدكتورة شيرين، انت يعني في مشوارك مع الشعر والأدب حصلتي على جوائز كثيرة جدا في مجال الشعر والأدب داخل وخارج مصر. نقول أهمها من وجهة نظرك، أو التي تعتزي بها يعني، أو أماكن زرتيها وفزتي بجوائز فيها أو كرمتي من خلالها. أهم جايزة خدتها كانت جايزة أحمد شوقي في الشعر، والذي أمير كان الشعراء طبعا والذي كان يحكم فيها وقتها الأستاذنا الكبير عبد القادر القط، الدكتور عبد القادر القط، والأستاذ فاروق شوشة، ومحمد التهامي، ومحمد البيتوري. عمالقة. فعمالقة في الشعر، وده خلاني أخاف جدا على التجربة، وبدأت بالفعل يعني أنمي التجربة. إذا كنا بنتكلم عن محطات، فدي كانت محطة مهمة جدا لدي. كانت سنة كام؟ كانت سنة 98 برضه، 98. سنة في نفس فدي حملتك مسؤولية بدري جدا، وخلتني ابتدي يعني انتبه للتجربة بشكل أكثر جدية. تمام. ساعدني في إكمال هذه المسيرة 2 الحقيقة أدين لهم بالفضل: الشاعر الكبير محمد الشهاوي، والشاعر الكبير ممدوح متولي. دول 2 قابلتهم في كفر الشيخ، وكانوا أصحاب فضل عليا في استكمال مسيرة القراءة. جميل. والتدريب ومواجهة الجمهور. هيل. والانتقال عبر محطات كثيرة جدا على مستوى مصر. هذه المحطات التي انتقلت فيها على مستوى مصر أهلتني لأن أمثل مصر في الدول العربية، والدول العربية أهلتني أن أمثل مصر دوليا على مستوى الشعر الدولي في باريس، ولي بعض القصائد منشورة في السوربون، وأيضا في موسكو وغيرها من الدول الأجنبية. وأيضا لي بعض القصائد المترجمة للغة الإنجليزية والتي فازت بجائزة كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية. فمثل هذه المحطات هي المحطات التي قوت عظامي، ثم أخافتني أكثر وأكثر كلما وصلت إلى جائزة أو كلما وصلت إلى تكريم. طبعا كرمت على مستوى الوطن العربي كله، ولا أنسى تكريم تونس والمغرب والسعودية، المملكة العربية السعودية. أغلى تكريم أو أقرب تكريم لقلبك وسط هذه التكريمات الكثيرة من أغلب الدول العربية ومن دول أجنبية وشعر مترجم؟ إيه أقرب جايزة أو تكريم إلى قلبك؟ الحقيقة هي كانت جايزة القرشي، حسن القرشي في الشعر، كانت قريبة جدا إلى قلبي، وهي جائزة سعودية لكنها تمنح لكل الوطن العربي، ولأني حصلت كامرأة على المركز الأول، فدي طبعا على مستوى الوطن العربي، فدي كانت جايزة كبيرة جدا. كانت سنة مش كام؟ سنة 2000 أعتقد 16 على ما أنا أتذكر يعني. ويعني الجميل اللي فيها إنه الذي حملها كان ابني محمد الذي رحل، فدي برضو من الحاجات اللي كانت يعني إيه يعني أثرت فيا جدا. لكن طبعا مثلا تكريم تونس كان ليه مذاق خاص. لا جدا. يعني هم التوانسه يعني بيحبونا واحنا بنحبهم جدا جدا. بيحبوا الشعر جدا. ايضا الاردن جرش، يعني لما يقولوا لي تسلم مصر اللي انجبت. في السعوديه لما وهي بلد الشعر، فلما يخرجوا يقولوا احنا من النهارده هنتابع شيرين العدوي. رحلتنا طويله وهيكون لنا لقاءات تانية كتير، ولكن احنا بنختم لقاءنا دلوقتي. لو طلبت منك تختميه ببيت شعر، بأي بيت تختمي هذا اللقاء الذي يتحدث عن حياتك ومسيرتك؟ هذه أنا وليشهد التاريخ أني
قد أضعت العمر أبحث عنك في الزمن الخطأ. شرفتينا ونورتينا، ودايما موفقة وناجحة وتحققي كل أحلامك. شكرا. أعزائي المشاهدين، في ختام هذا اللقاء بنشكر ضيفة اللقاء الشاعرة والأديبة الدكتورة شيرين العدوي على لقائنا بها، ونتمنى لها كل توفيق. إلى أن ألقاكم ولقاء جديد وشخصية جديدة، لكم مني أرق التحيات وأطيب الأمنيات.